شهر جديد ان شاء الله في تدريباتنا الاونلاين. واول تمرين معانا هنشتغل على الكتله العضليه، ازاي تعلى معانا. رقم واحد في زياده الكتله العضليه هم حاجتين. رقم واحد التدريبات على زياده الكتله العضليه، ورقم اتنين النظام الغذائي. والنظام الغذائي لازم يكون فيه بروتينات كتير جدا، لان البروتين هو غذاء العضله. تمام؟ يبقى الحاجتين دولت هم اللي هيزودوا الكتله العضليه. تمرين النهارده بدون ادوات، هو بس سلم تدريبي واحد. هنشتغل طبعا شغل انت اكيد عندك خلفيه عنه عارفه. المهم الفيديو بتاع التمرين ده يفضل معاك، هتفضل ملتزم عليه مرتين في الاسبوع او 3، من مرتين ل3 مرات اسبوعيا، علشان تلاقي تحسن في الكتله العضليه. اول حاجه لازم نعملها وهي عمليه الاحماء. خلي الاحماء يبقى الاحماء بتاعنا يكون بالكوره، اي شكل من اشكال الكوره في الاحماء اعمله. واهم حاجه الاطالات، عشان تمرين الاطالات ده مهم جدا، لان العضلات هتوجعك جدا بعد التمرين. وعشان ما تتصابش ما جالكش شد عضلي، يبقى انت لازم تعمل تمرين اطالات كويس جدا. ويلا بينا نبدا التمرين. اول حاجه طبعا كلنا عارفينه السكوات. السكوات هنا عشان العضله الرباعيه اللي هي العضله الاماميه. خلاص ادي نشتغل الشغل ده. اي شغل انا هديهولك هيبقى 5 مجاميع، كل مجموعه 25 عده. هتحس بوجع في العضلات بس يومين وهتفك، بعد كده ابدا شغال على طول. خلاص يبقى انا اشتغلت كده على العضله الاماميه 5 مجاميع. الشكل الثاني في السكواد، مش احنا الاولاني خدناه كده بنط تعالى باص وبنزل سكواد، يعني انا اهو 25 مرة 4 مجاميع، ما بين المرة والمرة 30 ثانية راحة. بننزل كده اهو رجليا اليمين بشتغل على الرجل الشمال اهو. بصي التكنيك ده، تعالى كده كابتن. التكنيك ده ازاي؟ انا بعمل كده اهو كده اهو، ركبتي دي ما تلمسش الارض كده، وبنزل كل رجل 100 مره 25 في 4 مجاميع كل رجل. يبقى احنا كده اشتغلنا على العضلات الاماميه. برضه هنشتغل تاني عليها كتير. نفس اللي احنا بنعمله ده هنعمله التمرين الثالث، هنعمله بقى ايه في المساحه اللي احنا فيها كده اهو. مره يمين كده اهو اهو، وانزل هنفضل رايحين جايين في المكان والمساحه اللي انت شغال عليها. هنشتغل بتايم هنا مش بعدات، هنشتغل بتايم. هنشتغل رايحين جايين لمده 1.5 دقيقة و30 ثانيه راحه. كم مره؟ 5 مرات. خلاص اشتغلنا بقى الشغل ده. تعالوا بقى نشتغل بالسلم التدريبي كده اهو. السلم بشكل عرضي، السلم بشكل عرضي اهو. تعال نشوفه تاني من هنا بقى. تمام. التمرين ده جامد جدا، هيفرق معاك. بس كل التدريبات دي لازم
نظام غذائي للعضله. خلاص هنفضل رايحين للسلم من اوله لاخره السلم، هنفضل شغالين 10 مرات، رايح جاي مره، رايح جاي مرتين، 10 مرات. اشتغل بقى على السمانه. خلاص اشتغل على رجليا الاتنين، على مشط القدم. الافضل في التمرين ده ان انا لما بقف على مشط القدم بقف ثانيتين او 3، بعد 1 2 3 وانزل، مش كده غلط. اهو 1 2 3 1 2 3. ده نشتغل السمانه. خلاص عملنا رجلينا الاثنين، نعمل رجل واحده. طيب لو رجل واحده بتاخد وزن الجسم كله. كل رجل 100 مرة، 4 مجاميع، 25 عدة ما بين المرة والمرة، 30 ثانية إن شاء الله. ده شغل اللي هنشتغله. طيب تنبيه هام، التمرين ده ما تعملوش إلا لما يبقى أنت واخد أجازة يومين من التدريبات. أجازة يومين من التدريبات، لأن ممكن أنت ما بتشتغلش على العضلة كويس، لازم تشتغل عليها عشان ممكن هيجيلك شد. يعني انا اهو عامل الفيديو اهو، انا شاده جدا رجلي. خلاص طبعا. وبكده خلصنا تمرين العضلات. طبعا في تمرينات واشكال تانية هناخدها بس كل فين وفين. المهم التمرين ده يتعمل صح جدا، ويكون يومين اجازه بعد التمرين ده، يعني 100 تدريبات، ويكون كمان الاطالات تكون بشكل جيد. وان شاء الله هنستخدم بقى ايه حاجات هنطلع عليها برجلينا ويبقى نشتغل ده في تمرين العضلات اللي جاي، مش اللي جاي ده، لا اللي جاي ده هو بعدين. خلاص التمرين ده يشتغل 3 مرات لمرتين في الاسبوع. كده خلصنا اول تمرين. شكرا.